اهلا بكم في فلوج جديد من مدينة دهب. اهلا بكم في مدينة دهب. حاليا احنا في 3 بولز في دهب. عايز اعرفكم شويه حاجات بسيطه بس عن 3 بول. هي 3 برك سباحه موجوده في دهب، ودي تقريبا اول حته اروحها. اول ما جيت قدام 3 بولز بالظبط هتلاقي جبال محاوطه الدنيا كلها من ورا. Can you look at this mountains, okay? The mountains. 3 بولز بقى عباره عن ايه؟ هي من اسمها تقريبا كده عباره عن 3 بولز او برك. حاليا احنا نازلين دلوقتي في 3 بولز. السنه اللي فاتت انا ما كنتش عارف انزلها بسبب ان كان في سمكه قرش، لو فاكرين الفيديو ده، بس الشواطئ مقفوله نظرا لان في سمكه قرش. خلينا نكسبيرينس بقى 3 بولز بجد، ويلا بينا نستكشف دهب واحده واحده. اول منطقه لينا منطقه 3 بولز. يا ثانك يو. يا بعد ما خلصنا 3 بولز رحنا رحلة سفاري. احنا الجبل ده من زمان خيرتكم بين خيارين، نمشي يمين ولا نمشي شمال. فاحنا طالعين تاني نفس الجبل، نفس الحته اللي محدش بيطلعها غيري. يعني لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان مفيش حد حرفيا حوالينا. يلا بينا نكمل رحله الطلوع للجبل. السنه اللي فاتت طلعته، السنه دي تاني مره نطلع. مستني الطريقين اللي هيجوا فوق. خلينا نمشي بقى بسرعه بينا. يلا بينا نطلع فوق عشان اوريكم الشلالات اللي فوق. انا ما وريتها لكمش المره اللي فاتت كويس، فعايز اوريها لكم كويس المره دي. هنا بالظبط في الحته دي قلت لكم ناخد طريق شمال ولا ناخد الطريق اليمين. المره اللي فاتت احنا اخترنا الطريق، بصوا هو يعني يميني وشمالكم، بس المره دي برضه هنختار شمال لان انتوا شايفين الطريق عامل ازاي، كله صخور سودا وبتاع. عايزين نطلع اوريكم الحته. ليتس جو. ما تفوتوش، اوعى وشك، ما تفوتوش فرصه ان انتوا تيجوا دهب وتعملوا مغامره. وميبي عايز حد طلع طريق تاني، الطريق اللي هو مليان صخور ده، وصور فيه عشان عايز اعرف هو فيه ايه، لان ما عندناش وقت، هي 10 دقايق بس. يلا بينا. بعد مشوار وصلنا الحافه من تاني، الحافه اللي انا كنت هتزحلق عندها هنا، بصوا عامله ازاي. وصلنا تاني الحافه. بصوا احنا حاليا حرفيا على الايدج، لو شايفين بيني وبين الموت دي، بس ما وقعتش. نجرب تاني واختفت. واحلى حاجه في الحوار ان انت ممكن تنادي على اسمك مثلا. للمخاطرات ديت يا شباب يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه، تعملوا لايك للفيديو. You make a like in front of the camera. Yeah. do like يا جدعان. بعد اذنك كده ببص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك اشتراك للبتاع. يلا بينا. Let's go dive. No, not dive. Let's go back. I'm gonna push of him. الكاميرا مان عايز يزقني يا جدعان. تخيلوا اصور لحظه موتي. Wow. Let's go. They are calling us. باي. عايزين تعرفوا ليه سموها دهب؟ سموها دهب عشان كل الجبال اللي حواليا ديت لونها ذهبي شويه، فاتسمت مدينه دهب بسبب الجبال اللي هي حواليها بتبريزنت الدهب. يعني مثلا شايفين الحته اللي هناك دي تحفه يا جدعان. ده تقريبا كان اخر يوم او يومي في 3 بولز والسفاري بتاع دهب. You wanna say something? I'm a she-ho. اسمي she-ho. دهب. yeah. بصوا الطريق نازل ازاي، انتوا شايفين. احنا المفروض بقى ننزل من هنا لحد تحت. طبعا ناخد بالنا ان ده ما يحصلش. رجعنا دهب من تاني. المكان اللي انا مأجر فيه اداني العجله بتاعته دي سريعه بغباء يا جدعان. نخش محل الكوفي اللي ورايا ده، اكيد انتوا المحل ده عارفينه لان انا جيت اكلت عنده من هنا من سنه تقريبا. انا مش عامل اي حاجه، صاحب المكان قال لي الدنيا امان ما تقلقش، بس انا قلقان سيكا بصراحه. اخش اشرب كوفي وكمل اديت الفيديو بتاع السعوديه وبعدين نمشي. قعدنا في المحل، خاف على العجله فقعد بره، قال لا سيكا بصراحه، عشان كده خلينا بره احسن. يلا شباب الصبحون على خير واحلام سعيده. ناموا. احنا حاليا في البلو هول.
او زي ما بيسموها ايه، مقبرة الغواصين. هي الحفرة دي كلها عمق الحفرة 130 متر تحت سطح البحر، وفي نفق كده اسمه نفق القوس. تقريبا دي اكتر حتة مشهورة في دهب. بعد ما نخلص مقبرة الغواصين او البلو هول هنطلع على حتة تانية اسمها ابو جالوم، ناخد مركبة من هنا ونطلع على منطقة أبو جالوم. يلا بينا أوريكم تحت الأعماق، لأن أنا الحمد لله مجهز نفسي وهنصور البلو هول شكلها عامل إزاي. يلا بينا نغير ونرجع لكم. بقى إحساس البلو هول نفس إحساس البحر العادي؟ لا خالص يا جماعة بجد، لسبب معين أنا مش فاهمه، بس تحس نفسك في مية زرقاء كده وحاجات غريبة. أنت مش شايف يعني أنت لما بتبص في البحر ده مش شايف المدى بتاعه، ودي حاجة مخيفة شويتين تلاتة. بعد كده ركبنا مركب ورحنا البلو لاجون. وده تقريبا الشط الرملي الوحيد اللي موجود في دهب، كله رمل. ساعة الغروب ديت أحلى ساعة. ودي شوية لقطات صورتها في البلو هول. هتلاقوا فيديوز تانية في الستوري هايلايتس على انستجرام. لو حابين برضو تدعموا المحتوى اللي بقدمه وتساعدوني اكمل الرحلة واشارككم مغامرات وفلوجات جديدة، تقدروا تدعموني من خلال تلدا لو كنتوا في مصر على اليوزر ده، او باي بال لأي مكان في العالم. بعدها طلعنا على شرم الشيخ. وصلنا شرم الشيخ بعد معاناة، بعد ما كنسلات اوتيلات وحاجات كده حوارات حصلت لي. وصلنا شرم الشيخ بعيدا عن قريتي برضو، وحجزت اوضه لطيفه بصراحه بعيدا عن الاشياء المعموله ديت المفروض انها بتنشف. اتفرج يا معلم. لا 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 لا, لا حكايه. الفندق ده جاي على اخر لحظه، الساعه 9 حاليا، وبعمل تشيكن الساعه 9 بالليل. طبعا فيو مفيش احلى من كده، وحمام لطيف بصراحه. بس المفروض ان يكون هنا حاطين شامبو بتاع ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه. الحمد لله في مناديل في الحمام. يلا بينا ننزل نشوف شرم الشيخ بتقول ايه. احنا النهارده حاليا في اشهر كافيه موجود في شرم الشيخ، كافيه فرشه ماشي. وعشان تدخل الكافيه دوت بتاخد دور، تستنى بتاع ساعه ولا ساعه ونص. الكافيه ده بيبيع كل حاجه. سامعين اسمه ايه، عمرو دياب. بس فاحنا خدنا دور، مش عارف الدور رقم كام الدور ده، وهو قال لي هيبقى يكلمني، فمش عارف هيكلمني امتى بصراحه يعني، عشان ننزل في الروف اللي تحت بقى. الروف اللي تحت اللي هي من الناحيه التانيه اللي هناك ديت، تانيين ونشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي من تحت. سو اكسايتد بصراحه. بعد كده طلبنا عصير وروحنا، وقلنا هنبقى نيجي تاني الصبح. اوكي احنا حاليا في الفندق. الصبح قعدت في البسين اللي هو ده لو انتوا شايفين يعني، فطرت وبعد كده رايحين شاطئ. اوكي تاكسي عدى رايحين شاطئ الفنار، الفندق هو اللي قال لي عليه. لحد الان شرم الشيخ يعتبر جميله، مفيش اي ملاحظات دلوقتي غير ان الاوتيلات كانت بتتعامل معايا بطريقه مش لطيفه ومش عارف ليه. بعد ما نروح شاطئ الفنار نروح البازار، بعد كده هنروح فرشه تاني لانه عجبني جدا بصراحه. يلا بينا نروح يلا بينا نروح شاطئ الفنار. ليتس جو رايت. اوكي سو بيسكلي شاطئ الفنار شكله لطيف بصراحه. في سمك قدامي، مش عارف هتشوفها ولا لا. الاجواء هنا حلوه قوي قوي، الشط كله رملي من تحت، في سمك تحتيك. شرم الشيخ جميله، بس اوحش حاجه طبعا في حوار سينا ان تلاقوا الحاجات دي كلها مليانه طوب اللي هو قبل الشط، يعني مفيش مثلا رمله زي اسكندريه او مرسى مطروح او الساحل الشمالي او كده. وبس يا سيدي، تيكت الشاطئ 150 جنيه سواء عربي او اجنبي، والشازلونج ببلاش وكل حاجه ببلاش، الشمسيه والحاجات ديت يعني
اعتقد في شاطئ في اسكندريه اغلى من هنا، دي حاجه غريبه شويتين ثلاثه. فانا هروح اقلع وعايز انزل، شكله حلو. بعد كده ممكن نجيب لنا ايس كريم او حاجه زي كده يعني. بعد ما نزلت البحر شعور بجد رائع للغايه. الدنيا تشيل هنا وشيء جميل. رايح شويه على الحته اللي احنا قاعدين فيها دي وشويه وهطلع على البازار. خلصنا اليوم هنا، شعور رائع. حاليا رايحين للبازار، وبعد البازار ممكن نروح فرشة تاني. شرم طلعت جميلة يا جدعان. الدنيا هنا شكلها رائع للغاية يعني، والمسجد برضه شكله مميز أوي. حاليا قدام مسجد الصحابة. المسجد اتفتح سنة 2017. الشقة كلها بتفكرني بالسعودية، شكل الجامع والبازارات اللي حواليه بجد شيء خرافي. والبازار اللي هناك ده شكله جميل قوي قوي يعني. بس انا حاليا انا جعان جدا، هنروح مطعم اونيونز اللي هناك ده نجربه ونشوف الاكل فيه عامل ازاي. فيلا بينا نروح ناكل بسرعة وبعد كده نرجع لكم تاني. حاجة عجباني في شارع شرم الشيخ ان الشارع كله متلون ورايا كده، دي حاجة ما بتشوفهاش في مصر كتير قوي. الاكل كان يعني نص نص. افضل حاجة حاليا صلاة العشاء مسجد الصحابة، نروح نصلي. وبالمرة برضو عايز اشوف المسجد من جوه شكله عامل ازاي. اكتر حاجه فكرتني لما دخلت صليت في مسجد الصحابه اجواء السعوديه بالظبط. حسيت نفسي اني في مكه كده. صوت الشيخ كان حلو جدا، وهو شكله من جوه تحفه بصراحه. لو جيتوا يا ريت تصلوا فرد او فردين في المسجد ده، عشان هو حتى الريحه بتاعته حلوه بلس شكله حلو، والشيخ اللي جوه صوته تحفه. فحاجه تحفه قوي يعني. عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حاجات. عندنا هنا كافيه بيم بوم، احنا بنروض للسياح حضرتك. عندنا اسعار كويسه وجميله وكل حاجه. مستر شبرا، مستر دبور، مستر كريم. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. احنا عندنا تاخد واحد عصير تاخد 2 عصير عليه هديه. قول لي ليه؟ عشان احنا بنحب السياحه. لله في لله. اعلى مسا عليك حبيبي. مش فاكر اسمه ايه، بس هو بيعمل ماركتنج كويس. خد عصير وهديك 2 عليه هديه. هتلاقوه قدام المسجد، بروحوا اشربوا عنده اي حاجه عشان الراجل عسليه. المطعم اللي قدام المصريين في شرم الشيخ هنلاقي محل مش مكتوب عليه حاجه ماشي، قدامه محل برده مش مكتوب عليه حاجه. المحل اللي مش مكتوب عليهم حاجه دول عندهم تي شيرتس وشورتات رايقه. اشتريت من عندهم شورتس زي ده تقريبا ب 180 جنيه، والتي شيرت دوت مثلا 200 تقريبا او 200 يس 200. كواليتي كويسه كلها قطن. مساء الخير، اهلا بيكم في شرم الشيخ. ابو اندرو معاكم. محل جمله زي ما احنا شايفين، تصنيع وبسعر المصنع يعني. السوق القديم، البوابه الثانيه، ممر سيد عبد المقصود بتاع الدهب. محلات جمله يعني زي ما انتم شايفين. اسمك ايه؟ What's your name؟ مش عايزه تقول اسمها، راحت عند الكاميرا خلاص. هو دوت واحد من ما بيعرفوش يتكلموا وعامل يافطات فوق اهي، اللي هو تتكلم بايدك يعني عشان تفهمه. كل الرسومات اللي هو عملها قبل كده بجد، الرسومات اللي هو عملها تحفه amazing. في وسط ممشى دهب اول ما تخش بالظبط هتلاقي محل اسمه دوليتسيا، اوكي، بيبيع عطور وعنده 100 حاجات روعه ما تتخيلهاش. دواني عسلين، عسل ب 25,000 جنيه وعسل تاني ب 10,000 جنيه. فبشوفوا عنده 5 فروع في ابو ظبي والامارات. ده الفرع الوحيد دي في مصر في شرم الشيخ. خشوا جربوه هيعجبكم. اوكي احنا عند سوهو، والممر شكله
رائع للغايه بجد. عندهم التماثيل دي كتير قوي، معرفش ليه بيفكروني بهولندا صح يا شيو؟ يا دخلنا محل دلوقتي اللي هو كان شكله غريب قوي ده، يعني كان شكله بني ادم بجد، فهنخش كمان شويه نشوف الكلام ده على ايه. بجد اشكالهم عجيبه جدا يعني، حقيقي قوي قوي يعني. الراجل قال لي ممنوع تصوير جوه، بس انا صورت كده كده. اعتقد انا في سوبر ماركت دلوقتي، بقيت في سوبر ماركت معرفش ازاي يعني. فتعالوا نروح في حته ثانيه. كان في واحد دلوقتي بيوصل اوردرات بالرولر، عارفين اللينجويني نفس الشيء بالظبط. المطعم ده معرفش هو راح فين دلوقتي، انا قاعد مستني. كان شكله جامد قوي، انا افتكرت الطفوله كلها اللي هي اللينجويني. انا في ممر كده مش عارف انا رحت فين، انها حته بره مصر، وعندهم ساعات رولكس بس اكيد فيك، شكل كل حاجه تحفه. لقينا سجق شرقي، شيف يعمل لي احلى سجق. تسلم. 50 جنيه غالي سيكا عن الاسعار الطبيعيه يعني، اللي هو سندوتش سجق ب 10 جنيه ماكسيموم، بس احنا في شرم بقى معلش. قلت له ان هو هيظبطني، فهنشوف بقى هيظبطني ولا لا. الله 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 شكرا كتير كتير كتير. خلصنا شوهو سكوير، رائع بشكل ما يتصدقش بجد. انصحكم ان انتوا تيجوا في يوم من الايام. حاليا رايح الاوتيل نام، وبكره هنشوف هنعمل ايه معاهم، فتصبحوا على خير. يوم جديد شرم الشيخ. حاليا مش عارف بصراحه هعمل ايه قوي، شكلها كمان نص ساعه. الاوضه متكركبه كركبه فظيعه يعني. بصوا شفت القذارة؟ شفت عاملة ازاي؟ تقرف، منتهى القرف. عملت لي واحد كورن فليكس، وعامل لي دلوقتي شاي احمد تي ده، ونروق الاوضه القذره دي. وبعد ايه نرتب كل الحاجات دي ونحطهم في الشنط، واشيل الحاجات بقى من التلاجة تعبت الفتره اللي فاتت لان سفر في سفر بره متعب شويه. فيلا بينا ننظف ونروق، وبعدين نطلع نشوف هنعمل ايه في شرم النهارده، ومن شرم بالليل لسانت كاترين. خلصنا ترويق وتقريبا بقت كل حاجه جاهزه، فاضل بس شويه حاجات كده احطهم في الشنطه ديت وخلاص يعتبر. فانا هعمل لي شاي واخد شاور سريع قبل ما امشي كده، نطلع نتكل. وفي راجل قابلني في السوبر ماركت اداني شويه سكر. بعد ما روقت الاوضه نزلت رحت الشط تاني. هلو من قدام الاوتيل. للاسف ما عرفناش نطلع رحله سانت كاترين، فولي بوكت، ومش عارف للاسف برضه اقعد ليله كمان في شرم الشيخ، تو ماتش. كنت يعني حاطط امالي على ايه، نروح سانت كاترين النهارده بالليل ونرجع بكره الصبح، على اساس ان احنا نبيت بره يوم بالباص وكده. بس للاسف الموضوع ده ما حصلش، فرجعت خدت حاجاتي بعد ما اكلت. الاكل كان لذيذ ما صورتهوش، عارف ليه بنسى دايما صور الاكل. حاليا عند الهوستل او الاوتيل، منطلق كمان شويه على جو باص، خلينا اتوبيس ونطلع على القاهره. وده تقريبا كان اخر فلوج ليا في سينا. ان شاء الله اشوفكم فلوجات تانية من سينا. كان معاكم زين، تشوفوا فلوج جديد. سلام. Quiero ver bailarte, pero quiero ser tu ritmo. Que a la cereza mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Que sabe esa, mi cabeza, pero para mandarle un quite en la pieza. Despacito.